السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. اليوم حبيت اسوي لكم اكله عراقيه شعبيه والها اكثر من اسم. اكو ناس يسموها قوزي لحم، اكو ناس يسموها هبيط، او اكو ناس يسموها الدنيميه. وهذا الفيديو راح يكون بالتعاون مع قنوات عراقيه. والوصفة الأولى راح تكون للأخت العزيزة قناة الطبخ وطرق سهلة، ومسويت لكم طريقة عمل كبة الرز والبرغل. وهذه هي صورة الكبة، وهذه هي قناتها على اليوتيوب، اشتركوا بقناتها. أما الوصفة الثانية فهو لصاحبة قناة الصديقة العزيزة آراس سعيد، وهي اليوم سوت لكم طريقة عمل الكباب بالمقلاة المغناطيسية. وهذه هي صورة الوصفة أو صورة الكباب، وهذه هي صورة قناتها على اليوتيوب، اشتركوا وياها. أما الوصفة الثالثة فهو للصديقة العزيزة ست البيت العراقية، ومسويت لكم اليوم طريقة عمل مطبق دجاج اللوبيا الخضراء. وهذه هي صورة الوصفة، وهذه هي قناتها على اليوتيوب، اشتركوا بقناتها. أما الطبق الرابع أو الوصفة الرابعة فهو للعزيزة مطبخ ماما وفاء، واليوم سويت لكم طريقة عمل لحم بعجين. وهذه هي صورة الوصفة، وهذه هي قناتها على اليوتيوب، اشتركوا بقناتها. ونبدي بسم الله بطريقة عمل وصفتنا. على النار ضفت كمية من الزيت، وبعدها ضفت عليهم قطع لحم الغنم استخدمت، والكمية حسب رغبتكم. وبعدها أضيف عليهم بهارات الصحيحة. هنا عندي 10 عواد من القرنفل، وقليل من الهيل، وقليل من الفلفل الأسود، وأوراق الورق الغار. وضفت عليهم النومي بصرة أو اللومي بصرة، أشوحهم على النار مع بعض حتى ينطوني طعم أطيب. وبعدها ضفت عليهم راس بصل مقطعته على هذا الشكل مكعبات. أستمر بالتشويح، وبعدها راح أضيف عليهم مجموعة من البهارات مثل ما موضحة قدامكم، وهي يعني من كل نوع استخدمت تقريبا ربع ملعقة، أو كل نوع ثاني استخدمت من عندهم نص ملعقة. الكركم استخدمت ربع ملعقة، الكمون نص ملعقة، الثوم ربع ملعقة، الفلفل الأبيض ربع ملعقة، الكزبرة ربع ملعقة، الزنجبيل ربع ملعقة، والكاري نص ملعقة. وراح أترك لكم كل المكونات بصندوق الوصف حتى لا تصير عليكم هوسة. هسه راح أضيفهم على اللحم، وأبدي أشوح البهارات مع اللحم. كل ما أشوح أو أحمسهم مع بعض راح ينطوني طعم أطيب أو نكهة أطيب. بعدها أضيف عليهم كمية من المي، وأضيف عليهم 2 حبة بطاطا مقطعتهم مكعبات على هذا الشكل. أقلبهم مع بعض، وبعدها أتركها على النار لحد ما تبدي تغلي عندي. هنا عندي بدأت تغلي، تركتها على النار تغلي لمدة 10 دقائق. ومن بعد مرور 10 دقائق تركتها على نار هادئة، وآخر شي ضفت عليها الملح حتى اللحم يستوي عندي، ما يصير أضيفه من البداية. وأتركها على النار لمدة ساعة كاملة. بعدها يتسبك عندي اللحم زين، ويتسبك عندي التشريب زين، ويصير جاهز للتقديم أو جاهز للأكل. وبعدها طبخت وياهم رز البسمتي على الطريقة الاعتيادية المعتادين عليها. وهنا حضرت حلاوة الشعرية. بالبداية شوحت الشعرية مع كمية من الزيت، وبعدها ضفت عليها المي حتى تبدي تنسلق عندي، وانتظرها لحد ما يبدي ينشف المي مالتها. بعدها أضيف عليها قليل من السكر، ورشة قليلة من القرفة، ورشة قليلة من الهيل الباودر. أتركهم على نار هادئة لحد ما يبدي عندي السكر يذوب وتصير عندي جاهزة. وبعدها بمقلاة على النار حضرت المكسرات، وهي عبارة عن اللوز الشرائح والصنوبر وقليل من بذور حب عين الشمس والكشمش. شوحتهم مع بعض مع قليل من الزيت حتى يصيرون عندي جاهزين حتى وقت التقديم. وبعدها بصحن التقديم ضفت قطع من الخبز على هذا الشكل، خبز العربي استخدمت. وبعدها ضفت طبقة من التشريب، وطبقة من الرز،
وطبقة من الشعرية أو حلاوة الشعرية، وبعدها ضفت اللحم والمكسرات، وبعدها حضرت اللبن أو الشنينة، يصير طعمها كلش طيب من تتقدم مع هذه الأكلة. وإن شاء الله عن قريب رح ننزلكم طريقة عمل اللبن أو طريقة عمل الخاثر، وإن شاء الله يا رب تجربوها وتعجبكم، وألف ألف عافية مقدما. وإذا عجبكم الفيديو أو عجبتكم الوصفة لا تنسون تسوون لايك والاشتراك بالقناة. إلى اللقاء فيديو جديد إن شاء الله، أو إلى اللقاء يوم غدا إن شاء الله.